اكتر حاجه هتجننك لو جيت المانيا هي ترتيب الزباله. ومش بس كده، عربيه الزباله بتجيلك مره واحده في الشهر للورق والبلاستيك، وبتجيلك حوالي 3 مرات في الشهر للزباله اللي هي بواقي الاكل. فالزباله هنا بتتقسم لثلاث خطوات. اول خطوه انك انت بتعمل باسكت لبواقي الاكل والبلاستيك والورق. يعني انت لو عندك اكياس او اي حاجه بتحطها هنا مع البلاستيك وتبقى عارف ان ده بتاع البلاستيك، والورق مع الورق، وهنا بواقي اي اكل. هنا الاتنين دول باسكت بتوع الورق بس، وهنا للزبالة، وهنا كمان للزبالة اللي هي بواقي الاكل والحاجات دي كلها. ولو انت عندك زرع او عندك اي حاجة قديمة من الشجر بتتحط على جنب، وبتيجي اليوم مخصص للحاجات دي وبياخدوها. للناس اللي في ألمانيا اتعودتوا على الموضوع ده ولا لسه؟